علقوا الزينة من حوالينا وارفعوا فانوس رمضان عالي. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان على الأبواب، وإن شاء الله صايمين ومقيمين. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال، وإن شاء الله نصوم في رمضان وربنا يدينا الصحة بإذن الله. يلا بينا كده ناخد جولة حلوة في المطبخ. ويلا اللي منضفش معايا تنظيفات رمضان كده وتنظيفة رمضان العميقة يبدأ معايا كده ويودع الكسل ويقوم كده، يلا وننجز ونخلص. ما عادش فاضل على رمضان غير اسبوعين اتنين وايام بسيطة، فيلا كده نبدأ ونقول بسم الله. بس قبل أي حاجة تعالوا كده أعرفكم بنفسي، أنا إيمان ودي قناتي يوميات أم بسيطة. بتمنى كده لأول مرة تشوفي قناتي تشترك كده في القناة، هتشرفيني طبعا وتنوريني في قناتي. وكمان فعلي زر الجرس كده على الجميع عشان إن شاء الله أي فيديو نزله يوصلك بيه إشعار وتستفادي منه ولو بمعلومة بسيطة جدا. ما تنسيش بقى اللايك الجميل كده اللي بيشجعني انزل لكم فيديوهات كتير كتير. ويلا بينا كده نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة كده خدت معاكم جولة في المطبخ. يلا بقى كده هنشوف هنعمل ايه النهارده. النهارده ان شاء الله اول تنظيفات رمضان، ده كده الجزء الاول. ان شاء الله هيبقى فيه جزئين كمان بعد الفيديو ده، فما تنسيش كده كمان تفعلي زر الجرس على الجميع وتتابع معايا ونشوف النتيجة الأخيرة للمطبخ بتاعنا هنعمل فيه ايه. طبعا اهم حاجه نفسيتك تبقى كده مرتاحه في الحته اللي انت واقفه فيها. ولو انت بقى ربة منزل زي كده وبتقضي معظم وقتك في المطبخ، فلازم يكون مطبخك هو عنوانك. لازم تبقي مرتاحه كده وانت واقفه في المطبخ وعينيكي كده بتبص على كل حاجه نظيفه حواليكي. فهي دي اللي هتخلي نفسيتك مرتاحه. تغيري كده في الديكورات البسيطه ويبقى على قد ايدك، مش هتعملي حاجات غاليه بقى واو. اقدري كده حاجات بسيطة جدا هتغير من نفسيتك. وهننضف مع بعض كده بإذن الله المطبخ بقى لاستقبال رمضان. طبعا انا عارفة ان انا متأخرة جدا في التنظيف العميق للمطبخ، بس انا كنت عاملة التنظيفة العميقة بقى للمطبخ كده من قريب، يعني مش من قريب قوي بس يعني من قريب من فترة بسيطة، من حوالي كده شهر او شهر ونص، وكنت عامله تنظيفه عميقه كده للمطبخ. فيلا بقى بينا كده نبدا مع بعض تنظيفه حلوه كده لرمضان واستقبل بيها شهر الخير. اول حاجه عملتها كان عندي كده شويه من الغله. دي غله بليله، قلت كده بالله معاكم. وكمان اسيبهم بقى، لان غله البليله طبعا اما نعوز بنعملها بنسيبها كده يوم او يوم ونص كاملين كده منقعاها في الميه. فغسلتها كويس كده وقلت يلا معاكم اسيبها بقى في جنب كده. ويلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه طبعا ما ينفعش ننضف المطبخ من بره ونسيب المطبخ من جوه، فلازم كده المطبخ بتاعنا من جوه يبقى زي بره بالظبط. ما هو انت لو نضفتي مطبخك من بره كده ومسحتيه ولزقتي والاستيكر ونضفتي كل حاجه، وجيت تبصي بقى تلاقي مطبخك من جوه مكركب. فدي الوحيدة برضو كده حاجة بتقفل النفس وبتسد النفس من أي شغل في المطبخ. فلازم كده مطبخك من جوه كده هتنضفي تنظيفة عميقة يبقى من جوه ومن بره. تمام. فما يبقاش بقى كده من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا كنت عامله في الرفوف بتاعتي لازقه حاطه عليها ورق. مش ورق بقى، ورق يعني مفارش كده بلاستيك. المفارش دي باحطها كده تحت البلاستيك وتحت الحلل والحاجات دي. تمام. فهاشيل بقى كل الكركبة دي لأن كل حاجة كده مش مرتبة خالص. فالحاجة كده اما تكون مرتبة بتبقى بتخليك انت اصلا ترتاحي في كل حاجة. تمام. فهنشيل بقى كل الحاجات دي زي ما انتم شايفين كده، ونبدأ ان احنا نغسل كويس بقى المطبخ بتاعنا من جوه ومن بره. اولا المطبخ بتاعي لونه اخضر. بصراحة ما كانش اختياري، بس كان اختياري ان انا احط المطبخ كده التلاجة في نص المطبخ وكمان البوتاجاز في نص المطبخ. تمام. فاختياري اللون ده ما كانش اختياري بصراحة. اللون ده كان من الاختيارات التانية الكتير اللي كانت في حياتي. اصلا ما كانش اختياري اللون الاخضر، بس يعني انا مش بكره اللون الاخضر ولا حاجة، بس مش حباه بصراحة في بلاط او مش حباه في في لون ألمونتال. يعني بحب اللون الاخضر في حاجات تانية كتير غير اللي هو يبقى في ألمونتال او في بلاط. تمام.
فالمهم خير يعني هاحاول أتأقلم مع اللون الأخضر خلاص، أنا اتأقلمت معاه، فباحاول بقى إن أنا أجدد بقى وأنضّف كده في كل حاجة وأغيّر وأدّي لمسات تانية بقى كده للحاجة اللي موجودة قدّامنا تمام. أول حاجة طبعًا جِبت مَيّة بصابون سايل وهابدأ بقى أشيل التراب وكل حاجة من المطبخ وننشّفه كويس، ونبدأ إن إحنا نرُص كده البلاستيك بتاعنا والحِلَل بتاعتنا وتدّينا كده بنظام تمام. المهم المكان ده أنا باحُط فيه الحِلَل الصاج وكمان الحِلَل السلِّستين، من تحت ومن فوق باحُط البلاستيك وهُم دول شوية البلاستيك اللي حيلتي، يعني هو ده البلاستيك بتاعي أصلًا تمام. فحاطاه كده فوق وكمان أنا باجيب حاجات كتير، يعني مش ده البلاستيك بتاع فرحي كمان، أنا في حاجات كتير شارياها وجديدة، يعني بحاجات فرحي كمان البلاستيك بالذات من بقى له كتير وبيتكسّر طبعًا ومش بيبقى الحلو تمام. حاجات كتير اتكسّرت، حاجات باظت، حاجات ما عادش نافعة، فبتجدّدي أنتِ بقى وبتجيبي كده حاجة، حاجة وواحدة، واحدة كده بتجيبي اللي أنتِ عايزاه، في أي وقت بتكوني في مشوار وعجبِك مثلًا حاجة بتجيبيها تمام. فالبلاستيك خلّينا متفقين إن هم دول البلاستيك بتاعي وباجيب بقى كده أي حاجة باحتاجها وباحس إن أنا محتاجاها فباجيبها، فهُم دول البلاستيك اللي أنا باحتاجه وهو ده حاليًا اللي أنا باستعملهم، فده كده المكان البلاستيك. اعملي كده مكان للبلاستيك عندِك يكون كل حاجة محطوطة فيه إن هي دي البلاستيك بتاعِك كلّه، تمام. الاستعمال يعني على قد إيه، الاستعمال اللي هو أنتِ على طول بتستعمليها. هارصهم بقى كده في جنب وتبقى حاجة كده متناسقة مع بعضها وحاجة يعني منظمة، هتحسي براحة إن الحاجة من جوّه زي من برّه نضيفة. فدي كده أول خطوة عملناها، هننضّف بقى كل الحاجة، هنفتح كده ضلفة، ضلفة مع بعض. طبعًا مش هنفتح كلّه النهارده معاكم، فأنا أول حاجة باعملها هاعمل كده تمام. قومي كده افتحي ضُلَف المطبخ بتاعتِك وابدئي امسحيها وافرشيها ونضّفيها كده ورُصّي كل حاجة فيها بنظام بجد يعني النفسية هتتغيّر تمامًا، تمام. أنا كمان مسحت المفارش اللي أنا باعملها دي، مسحتها كويس طبعًا كمان قبل ما أفرشها عشان كده تبقى كل حاجة نضيفة، تمام. وده كمان طقم كده الحِلَل السلِّستين هو ده اللي أنا باستخدمه وباستعمله يعني في على طول. إنما الصاج بقى ده قشّر وكمان ما عُدتش يعني في حاجات كتير مش باحتاجها وطالما الصاج قشّر ما ينفعش تستخدميه تاني، فهُم دول اللي يعني كويسين والباقي خلاص بقى كده يستخدم بقى في أي حاجة تانية مش للأكل. الصاج لمّا بيقشّر خلاص ما ينفعش لأي حاجة تاكلي فيها ولا مَيّة ولا أي حاجة تعمليها للأكل، خلّينا متفقين على كده. خلاص دي كده خلصت يالّا نقفلها ونشوف التانية. ده كده المكان ده اللهم صل على سيدنا محمد، للألمونيا برضه مكركب وفيه تراب ولازم بقى كل ده كده يتشال ويتمسح تحته كده وننضّمه برضه ونرصها كده بطريقة حلوة. أنا كده هانضّف معاكم كل الضُلَف بتاعة المطبخ بتاعتي، بس هاكتفي كده بحاجات بسيطة عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، فقومي اتشجعي يالّا كده وابدئي معايا، لإن أنتِ لو متأخرة في تنضيفات رمضان خلاص كده آخرنا خلاص رمضان على الأبواب بقى، ننضّف بقى كده التنضيفة الحلوة اللي تفضل معاكِ طول رمضان كده، المطبخ نضيف وكمان منظّم، تبقى كل حاجة منظّمة معاكِ كده، تدّيكِ كده إحساس بالروقان كده وإحساس بالنضافة، دي لوحدها بجد يعني طاقة إيجابية، تمام. فلو ما بدأتيش يالّا ابدئي حالًا، شوفي الفيديو بتاعي كده واعملي لِك كوباية شاي حلوة وحطي التليفون كده على الترابيزة وشغّلي كده يالّا الفيديو وابدئي معايا واعملي التنظيفات. أي حاجة بجد هتعمليها هتحسّي بفرق كبير، تمام. شايفين كمان كان في تراب قد إيه على الرف الإزاز وتحت، يعني بقى لها فترة، يعني ممكن شهر أو شهر ونُص أو شهرين حتى، فبقى لها فترة. يالّا بينا لو أول مرّة تشوفي قناتي يالّا اشتركي في القناة وفعّلي زر الجرس. أيوه، يالّا انزلي حُطّي لايك طيب. طب صلّي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن شاء الله الفيديو الجاي هننضّف كمان تنضيفات برضه حلوة أوي، وهنكمّل مع بعض سلسلة تنظيفات رمضان، وخليكِ قريّبة كده هننزّل حاجات حلوة كتير على القناة وإن شاء الله تعجبكم وتستفادوا منها ولو بمعلومة بسيطة جدًا. أنا مش بافرّز في رمضان حاجات لإن أنتم عارفين أنا في بيت عيلة، فكل حاجة بنعملها تحت، من وقت للتاني كده بانضّف
المطبخ بتاعه تنضيفة عميقة كده، يفضل نضيف كده وكل حاجة فيه تبقى متحافظ عليها. فمش هنعمل سلسلة مفرزنات رمضان، لإن مش بنفرّز في رمضان بصراحة اللي هي التفريزات بقى اللي بنسمع عنها كتير، كل حاجة بنفرّزها دي لأ، إحنا بنعمل كده اليوم بيومه، وما بنفرّزش بقى غير عصير كده ولو كده مربيين فراخ بيضة بنفرّزها، لو ما فيش بقى خلاص يبقى اليوم بيومه كده فريش. يلا بقى قومي استعدي كده لشهر الخير وقومي اعملي التنظيفة الجميلة دي، هتحسي بفرق كبير جدا. وكمان أنا حبيت ما سرعش الفيديو، وكمان ما زودش عليكم الفيديو يكون اكتر من ربع ساعة، لا اقل بحاجات بسيطة كده، هو بس ربع ساعة الا حاجات بسيطة يعني الا دقيقتين 3 كده. ف حبيتش اطول معاكم، يا ريت كده تاخدوا طاقه ايجابيه وتتشجعوا وتتنشطوا وتقوموا يلا تبداوا معايا. وده كان اول تنظيفات رمضان بدات بيها، اول حاجه بدات كده بضلة في المطبخ من جوه. وكمان نبدا مع بعض ان شاء الله في الفيديو الجاي بالتلاجة بقى والبوتاجاز. يلا مش هحرق عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله، الفيديو الجاي فيديو جميل جدا. ما تنسيش كده تفعلي زر الجرس على الجميع عشان ان شاء الله الفيديو اول ما انزله يوصلك باشعار على طول وتشوفيه. فحبيت كده ان انا ما اتقلش عليكم، وده كان الفيديو النهارده. بتمنى كده تتشجعي وتقومي تبدأي معايا. بتمنى الفيديو يكون عجبكم وتستفادوا منه ولو بمعلومة بسيطة جدا. نضفت كده اللهم صل على سيدنا محمد. مسحت كويس وغسلتها بالمية والصابون السائل، وكمان نشفتهم كده وبدأت ان انا ارص الحاجات. فبجد فرقت معايا التنظيم كده، والتنظيف حاجة حلوة جدا. ولو بأقل حاجة ولو بأي حاجة بسيطة موجودة عندك، قومي يلا تشجعي واعملي ونضفي، وان شاء الله هتفرق معاكي كتير جدا. خلاص خلصت كده، وده